بصوا بقى احنا هنعمل حاجة حلوة مبهرة. هاتي كوباية عسل اسود وهاتي كوباية طحينة وكوباية لبن بودرة، وتعالي هقولك هنعمل ايه. اختراع يا كوتش. هنحط العسل الاسود على الطحينة ونقلبه كويس، نفضل نقلب فيه كويس لحد ما كله يدخل في بعضه تماما، يبقى كله كده داخل في بعضه. بعد كده نجيب كوباية اللبن بودرة ونحطها بالتدريج ونقلب، نلاقيها لسه طرية نحط تاني، كل ما تلاقي اللي انت عملتيه لسه طري حطي تاني، زودي لحد ما تلاقي العجينة ايه متماسكة شوية. وبعد كده انا حطيت هنا ايه يعني كوباية الا حاجات بسيطة. قلبت بقى كله في بعضه، مش هستكفى بكده، لا هركن بقى المعلقة واستخدم ايدي، ان لازم اعجنها كلها ببعضها، ادخل السكر والعسل والطحينة جوه بعض اكني بعجن عجينة بالظبط. بعد ما بعجنها كده خالص واظبطها كده وتبقى تمام، اي علبة عندك اي حاجة حط فيها كيس بلاستيك ورش بقى في القعر اي حاجة. يعني مثلا عندك انا كان عندي سمسم قلت احط سمسم، انت عندك مكسرات تمام، فول سوداني تمام. وبعد كده بقى باخدها وبحطها بقى ايه في العلبة اللي انا حطيت فيها السمسم دي، واقعد افردها بقى، طبطبي عليها كده وافرديها كويس بحيث ايه تاخد شكل العلبة بالظبط. وغطي بالجزء التاني من الكيس وحطيها في التلاجة لمدة مثلا 4 ساعات، تمسك بس كده وتتظبط. انا حطيتها في التلاجة، قلت دي تجربة، قلت اجربها لكم، والفيديو لو طلع حلو، هي طلعت طعمها حلو هنزل الفيديو، لو طلعت مش حلوة ما كنتش هنزله. هنا انا بقى طلعتها وقلت ايه نشوف بقى التجربة اللي عملناها. وبعد كده قطعتها بالسكينة، طبعا لازم أنا ادوقها عشان اقول لكم هي حلوة ولا لا. بصراحة طلعت تحفة، طلعت جميلة جدا، عجبتني جدا. دي يا جماعة اسمها حلاوة عراقي، يعني حلاوة عراقية. زي هنا مثلا ايه احنا الحلاوة الطحينية، احنا هنا عندنا الحلاوة الطحينية بس طبعا المكونات بتختلف، دي حلاوة عراقي بس طعمها تحفة احلى من الحلاوة الطحينية. جربوها على ضمانتي هتعجبكم جدا.